الصورة نستحضر ما مر وما فات وما بقي في الذاكرة من ذكريات. عبد الله صالح، الفنان المسرحي الإماراتي، ممثل وكاتب ومخرج وكاتب أغنية وملحن وباحث في مجال التراث. التحق بفرقة مسرح دبي الشعبي بجمعية دبي للفنون ممثلا أواخر عام 1978. قدم العديد من الأعمال المسرحية ممثلا ومخرجا ومؤلفا. قدم أكثر من 20 عملا مسرحيا كمؤلف تم تكريمه في أيام الشارقة المسرحية عام 2009، وفي مهرجان الشباب عام 2008، وفي مهرجان الطفل عام 2014. كما حصل على جائزة أفضل ممثل على المستوى الخليجي عن دوره في مسرحية عرج السواحل بالمهرجان الخليجي بعمان عام 1999، وأفضل ممثل على المستوى الخليجي عن دوره في مسرحية باب البراحة بالمهرجان الخليجي في دولة قطر عام 2001. ما في شك أن الصورة تمثل أشياء كثيرة بالنسبة لي، يعني لها صفات، لها تفسيرات كثيرة. الصورة ممكن تكون الذكرى، الصورة ممكن تكون اللحظة السعيدة، يعني أشياء كثيرة تمثلها الصورة بالنسبة لي. هي رفيق وأيضا هي شاهد، والدليل أني أنا من الناس اللي طول عمري وأنا أرشف كل لحظات حياتي، خاصة يعني منذ أن عرفت التصوير، ما أنا أصح منذ أن ترددت الاستديو أول مرة، وكان عمري أعتقد حدود 7 أو 8 سنوات، إلى أن رافقت أصدقائي سواء في رحلاتهم الداخلية ورحلاتهم الخارجية، إلى أن وصلت للمسرح وعالم المسرح، عالم التلفزيون. كنت حريص أني أجمع كل هذه الصور وأرشفها، سواء الصور أو حتى ما قيل عن هذه الأعمال كقصاصات، أعتبرها بالنسبة لي أنا أيضا صور بس في شكل آخر. طبعا كنت أنا حريص دائما في كل المهرجانات أغني، خاصة المهرجانات المسرحية. كان كل ليلة يعني بعد العروض المسرحية نتجمع في بهو الفندق، سواء داخل الإمارات أو خارج الإمارات، فالكل يغني سواء من دول الخليج أو من دول العربية. فكنت أنا أحرص أني كنت أتواجد، ويمكن الجلسات هذه كانت طريق أني أتعرف مع الفنان عادل الخميس. عادل الخميس أول ما التقيت فيه في 89 لما عرضوا المهرجان الخليجي، كان في الشارقة مهرجان الخليجي الثاني، وهو كان جاي مع الوفد السعودي، وقدموا مسرحية اسمها ناس تحت الصفر، ونحن قدمنا مسرحية اسمها المخدوع، وكنا نلتقي في الليل في البهو الفندق، ونقعد في صالة محددة نقعد نعزف ونغني، وصار التعارف. فهذه الصورة أيضا تمثل هذيك الفترة بالضبط، وأنا استمريت عليها. الصورة الثانية لمروان، مودنا الألعاب، كان أتذكر عمره 7 أو 8 سنين، ومودنا ألعاب من الألعاب. في صور كثيرة، صورة أيضا هني مروان، هني أيضا صورتي أنا في لندن. أتذكر إذا ما تخوني الذاكرة في 86
رحت وديت والدتي الله يرحمها عند اختي، كانت اختي هناك مع زوجها، فرايح اوصلها، فانا ضربت عصفورين بحجر يعني السبب، وبالمره اشوف لندن واتعرف على لندن. وهذه اتذكر في بحيره من البحيرات في لندن انا جالس. ايضا لي ذكريات كثيره في لندن، سواء كنت امشي في الحدائق او حتى الطبخ وما طبخ، وانا انسان اعشق الطبخ، خاصه لما نطلع عروض داخل الدوله تلاقيني اهتم بجانب الطبخ، يعني ارتاح في المساله هاي. في لي صوره بعد ايام مسرحيه المخدوع، وكانت في بحيره خالد في الشارقه. البحيره كانت عاد بدايتها النافوره قبل اي معالم، وهي من الصور اللي انا اعتز فيها، بجانب ايضا صوري من الحفلات اللي كانت تقام في المهرجانات. هذه ايضا كانت صوره جماعيه لما سافرنا في 89 المهرجان الخليجي الاول لدول مجلس التعاون للفنون الشعبيه، وانا يومها كنت رايح مش كممثل، كنت رايح كمؤدي وراقص في الفرقه القوميه، مؤدي فنون الشعبيه طبعا. وهذه الصوره تجمعنا مع سعاده السلطان صقر السويدي، وكان وفد الامارات كلنا، هالكلام في طوكيو. ايضا ذكريات لمروان وهو صغير، يعني حق الفضايح، حق يشوفون شكله شوي مروان وهو صغير. كذا صوره له لمروان، سواء العاب او كان على البحر كنت اوديه. طبعا عقبها الحنان الاولي حنان لطوفه، حين اخذت كل الحنان اخر العنقود. ايضا صور هني ايضا لمروان، انا صوري ما بين مروان وما بين اصدقائي. ايضا من الالبومات هني في صور عن مسرحيه الدكتور فاس وقصاصه ولقطات. انا مسرحيه الدكتور فاس يمكن ما شاركت فيها، بس كنت فني صوت فيها، بغيت اتعلم. هاي ايضا صوره مع الفنان ابراهيم الصلال الله يطول بعمره ابو خالد، وهذه ايضا صوره مع فنان اردني انا ما يحضرني اسمه حاليا، من صورنا في مهرجان قرطاج في 83 لما رحت مع مسرح الشارقه الوطني نقدم مسرحيه هالشكل زعفران، والتقيت فيهم هناك. ايضا الاستاذ ابراهيم صلال صورناه في المهرجان الخليجي الاول اللي كان في الكويت، انا كل اللي فيهم الاول اكون موجود فيهم. ايضا في هنا لقطات من مسرحيه دبابيس من الاعمال اللي قدمناهم. هذه لقطات عندي ايضا من مسرحيه مأساة الحلاج، كانت هي من اخراج استاذ يحيى الحاج الله يطول بعمره، وفاز العمل بافضل اخراج هذا ايام الشارقه المسرحيه في بداياتها لما كانت في قاعه افريقيا. وهذه عندي صوره لي بروحي، هذه الصوره كانت هي غلاف الالبوم الغنائي الاول لي في 89. هذه الصوره، والصوره الثانيه من مأساة الحلاج. ايضا هذه صور لعبتي المفضله وعشقي الاول والاخير اللي هو البلياردو، وكنت انا العب هذه اللعبه ولا زلت العبها، هي رياضتي المفضله. وهذه صور لي انا سواء في هذه في 85 في لندن، وهني في الامارات كنت العبها. هني ايضا صوره لي وانا اغني، وانا خفت مجال الغناء. بديت اول ما بديت انا بديت اغني، رغم اني يعني كنت حاب الغناء وكنت ابغى استوي مطرب، لكن الصدفه خلتني اصير ممثل. لكن فيما بعد من خلال تواجدي في مسرح جمعيه دبي للفنون الشعبيه كونا فرقه كان اسمها ليالي الخليج، ثم اصبحت دانة الخليج. طبعا استطعت من خلال فرقه دانة الخليج اني اغني واحقق هذه الامنيه اللي كنت انا اتمنى احققها. ايضا في صوره تجمعني مع الفنان عبد الرحمن العقل، وايضا اعتقد الاستاذ احمد المساعد من الكويت. هذه صوره انا طبعا مغرم بالملابس واللبس البدل، واحب البس كذي اكون متميز لما كنت شباب، ولا زلت شباب يعني طبعا.
طبعا يمكن تلاحظون الالوان هذه والترتيب اللي رتبته. طبعا كان عندي دعوه من الاخوان في اداره الثقافه والاعلام في سنه من السنين، وكان عندهم شهر في حياه فنان، وهم اللي سووا لي هالالوان هاي عقب ما عرفوا اني انا اشجع نادي الوصل. بعض الصور، هاي صورتي انا مسرحيه ابو محيوس في ورطه، وكنا يعني مسوين صور حق الدعايه وحق البوسترات، فانا سرقت من عندهم الصوره يومها، قلت لهم ابغيها. وكنت انا ادي شخصيه فخر الدين الهندي واللي تميزت فيه، لا تقول بشكار. كنت وايد معروفه، حتى لدرجه اني لما اقدم المسرحيه اسمع واحد يقول بشكار، فانا تلاقيني اوتوماتيكيا الف عليه اقول لا تقول بشكار. هذه المسرحيه قدمناها على كذا سلسله. السلسله الاولى ابو محيوس في باتايه، كنت انا دوري عادي، ما كان دور الهندي فخر الدين. ابو محيوس في ورطه دخلت، وعقب ابو محيوس هو في ورطه دخلنا ابو محيوس 97، وعقب دخلنا ابو محيوس في المجلس الوطني اللي هو الختام. وانا تميزت في هذه الشخصيه، ما بين تو جاي جديد، تو جاي من الهند، ما عنده فكره، الى واحد يتمرس في اللهجه المحليه وبدا يدخل مصطلحات محليه، مرحبا السح وقرب وحياك الله، وقعدت ادخل بعض المفردات دلاله على ايضا تواجد الاسيويين عندنا سنوات طويله في دوله الامارات. فهذه الصوره كانت تذكرني بهذه اللحظه الجميله. عندي ايضا صور هني من مسرحيه دبابيس، وكانت عباره عن سكتشات يعني من الواقع الاجتماعي عندنا. ففي دور هني يعني مثل اللي كنا متاثرين بالمسلسلات البدويه قبل، يعني يا شيخ وكذا، فمسوينا مشاهد على او قضايا على هذه الحالات القديمه. طبعا في هذه كلها لقطات. هني ايضا من فوازير رمضان، كانت من الصور النادره لي في تلفزيون دبي انا والفنانه نجمه. فوازير رمضان قدمته انا والفنانه سميره احمد، وعقب انا قدمته انا والفنانه البحرينيه نجمه. ايضا من الشغلات الجميله، طبعا هي كلها تحتوي على موضوعات الورش، وانا طبعا اهتميت بالورش المسرحيه، وعندي صور كثيره في مجال الورش المسرحيه اللي انا قدمت اكثر من 20 ورشه في حياتي، وكثير من جيل الشباب، وهذا الكلام مو من باب الغرور، طلعوا من تحت ايدي والحمد لله رب العالمين. وممكن مروان وحسن يوسف وغيرهم من عيالي في المجال. هني ايضا صور شخصيه، انا اصلا ما كانت عندي حن، زين ذكرتوني انتم واروح اسحبها. هذه ايضا صور، وبختم باخر كم من صوره على السريع. هذه صور من مسلسل الشهريار الفريج تجمعني مع الفنان عمر غباش، وهذه ايضا صور كثير تجمعني مع من سفراتي، سواء كنا في الفنون الشعبيه، هذه في تركيا في سلوفكيا، في منطقه اسمها سلوفكا كان اتذكرها، بعيده عن انقره. ودونا خلونا يومين بخلونا في الباص، صورنا. وهذه ايضا صور لي انا من بعض الحفلات الغنائيه ايام فرقه دانة الخليج. وطبعا كثير من الصور وكثير من الذكرى اللي احملها، سواء في البومي، سواء في ذاكرتي، سواء في كل لحظه انا امشيها في عالمنا، في بلادنا. الذكرى تبقى والصور تبقى وما تنتهي.